قبل ما نكمل الحكاية لازم نفهم حاجة مهمة. السحر عمره ما كان خرافة ولا حكايات اتخلقت علشان تخوف الناس. السحر حقيقة أكدتها القرآن الكريم ووثقها التاريخ القديم والحديث. بعد وفاة النبي سليمان عليه السلام، الجن أخدوا الكتب اللي كانت موجودة عنده وقالوا للناس ده علم سليمان، فاتبعوهم وتعلموا السحر. ومن هنا بدأ الانحدار. السحر ما ظهرش فجأة ولا في مكان واحد، لكنه خرج من أرض بابل ومر بأكد وأشور وسومر. الحضارات دي ما كانتش عادية. البابليين كانوا بيسجلوا كل حاجة، كل حرب، كل طقس، كل تعويذة. وكان عندهم أكبر مكتبة في العالم القديم، مكتبة شملت كل العلوم ومنها السحر الأسود. ألواح طينية لسه موجودة لحد النهاردة، عليها طلاسم مستحيل تتقري بسهولة. إحدى الألواح دي ما كتبتش تعويذة بس، حكت عن معارك بابل وإزاي انتصروا على أعدائهم بمساعدة السحر والشعوذة. ومن وسط الظلام ده ظهر اسم هازارد، الشيطان أو الساحر أو الأسطورة. مين هو هازارد ومين يكون؟ التاريخ مختلف عليه. فيه اللي قال إنه اتولد في بابل حوالي سنة 1900 قبل الميلاد، يعني بعد هلاك النمرود بمئات السنين. وفيه اللي قال إنه هو النمرود نفسه. وفيه اللي اعتبره شخصية أسطورية اتخلقت من خوف الناس. لكن الغريب إن كتب التاريخ ما اتكلمتش عن طفولته ولا شبابه ولا بداياته، بس اتكلمت عن حاجة واحدة: قوة سحره. هازارد كان من أخطر سحرة التنجيم، وكان طاغي في بابل. اتأخر جدا بأساتذة السحر في أوروك، المدينة السومرية اللي كانت على ضفاف الفرات. هناك تعلم طلاسم الشعوذة من ألواح السومريين والآشوريين، وبعدها صقل علمه بفنون السحر الأسود البابلي. لكن ده ما كانش كفاية. هازارد كان عايز سحر مختلف، سحر يعطيه قوة حقيقية. علشان كده سعى لتعلم السحر القديم من الماجي. الماجي كلمة بابلية كانت تعني السحر الأسود في زمن الملك النمرود، ويقال إنه استخدم سحر منزازو اللي يدل على أرواح الموتى علشان يستحضر القرناء ويكتسب من سحرهم. وكان مؤمن إن أخطر أنواع السحر هو سحر عزازيل وشمهازي، أو كما نعرفهم في الشريعة الإسلامية بهاروت وماروت. اعتقد والله أعلم إنه استحضر بعض القرناء علشان يجلب سحرهم. وفي روايات حديثة زي ما ذكر أحمد خالد مصطفى في رواية أنتي كريستوس، قيل إن هازارد استحضر قرين الفاتنة إنانا أو عشتار عند البابليين، أميرة الجمال ومومسة الملوك. قالوا إنها أكثر كائن خالط الصحراء وعاشر شرهم. خلدها الرومان باسم فينس، وعرفها اليونانيون باسم أفروديت، وعبدها بعض العرب باسم اللات. لكن رغم كل ده مفيش أي نص تاريخي مؤكد يثبت علاقة مباشرة بين هازارد وإنانا. وهنا يبدأ الخيط يضيع. بابل نفسها ليها حكاية أقدم من السحر. في معجم البلدان ذكر إن أول من سكن بابل هو النبي نوح عليه السلام بعد الطوفان. سار هو ومن خرج معه من السفينة إلى بابل طلباً للدفء، وأقاموا هناك وتكاثروا وبنوا المدائن، وامتدت مساكنهم من دجلة للفرات. وفي كتاب التحرير والتنوير ذكر إن بابل من أقدم مدن العالم، واسمها في اللغة الكلدانية باب إيلو، يعني باب الله. يعني بابل ما تأسستش على السحر، اتأسست على التوحيد. لكن مع مرور الزمن ضل الناس وانتشر السحر، وعبدت الكواكب والأصنام من دون الله. ومن وسط التحول ده ظهر هازارد. وفي زمن تاني بعد قرون طويلة يظهر اسم مختلف لكن بروح واحدة: عبد الله الحضرد، العربي المجنون، شاعر، متصوف، باحث في المجهول. شاف نفس الرموز، سمع نفس الأصوات،
وكتب نفس التحذير، إن المعرفة مش دايماً نعمة، وإن في أبواب لو اتفتحت ما بتتقفلش. كتب العزيف، واللي ترجم بعد كده لنيكرونوميكون، كتاب مش سحر لكن تاريخ ممنوع. والسؤال اللي بيفضل مطروح، هل عبد الله الحضرد كان مجرد خيال، ولا كان امتداد لخط قديم، خط بدأ في بابل وما انتهيش؟ يمكن الإجابة مش مهمة، المهم إن كل اللي قرب من المعرفة دي إما اختفى أو اتحرق أو اتجنن. والأخطر إن بعض الكتب لسه موجودة، مستنية اللي يفتحها.